ما كنتش متخيل إن هيجي عليا اليوم اللي دافع فيه عن واحد خلى عين بنتي في الأرض، وكل ده عشان الفلوس. وقتها عرفت قد إيه أنا شيطان ومستحقش غير الفضيحة. أنا عصام، محامي، بس مش أي محامي. أنا كنت من الناس اللي بتستغل ثغرات القانون عشان أقدر أطلع بريء، وأطلع المجرم بريء، وأطلع البريء مجرم، والظالم مظلوم. قدرت أعمل اسم وشهرة كبيرة جدا، وبقيت معروف إن مفيش قضية امسكها إلا واكسبها طالما الفلوس كتير. وفي يوم كنت قاعد مع شهيرة مراتي، لقيتها بتبصلي كده بزعل وقالت لي: لحد امتى هتفضل بعيد عننا يا عصام؟ مش معقول كل حياتك شغل شغل شغل، وما فيهاش كام ساعة حتى تقعد معايا ومع بنتك مرام. دي بنتك الوحيدة ولها حق عليك. رديت عليها وانا زهقان من كتر ما بنعيد نفس الكلام كل يوم: يا شهيرة انت عارفة ان شغلي وتعبي، وده كله عشانكم، عشان تقدروا تعيشوا انتوا ومرام في مستوى كويس، ومن غير الشغل ده مش هلاحق على طلباتكم. امال كنت هعيشكم ازاي؟ تركبوا احدث العربيات والفيلا والسفرية كل سنة، كل حاجة ولها ضريبة. وبعدين انت عارفة ان مرام دي اغلى حاجة في حياتي، وعشان كده انا جاية على نفسي ومش بنام ليل ولا نهار عشان أأمن ليها مستقبلها وتعيش في أحسن عيشة. فهميها يا شهيرة، فهميها إن انشغالي عنها عشان بحبها. مرام دخلت علينا وسمعت الحوار وقالت له: يا بابا أنا مقدرة كل اللي انت بتعمله، بس خلي بالك عشان صحتك. أنا مش زعلانة، وأنا قلت الكلام ده لماما قبل كده، وما تفتحش معاك الكلام ده تاني. راحت مامتها بصت لها كده قالت لها: يا سلام، أما مين اللي كان بيتكلم معايا ويقول لي ان بابا مشغول عننا وما بنشوفوش غير وقت الغدا بس؟ تصدقي يا بنت انتي انا عمري بعد ما كده ما هتكلم على لسانك تاني. ومشت شهيرة وفضلت مرام تتكلم مع باباها وبتحاول تفتح معاه اي كلام، وباباها كان سرحان عشان جايله قضية وقاعد يفكر فيها. قطع كلامها ودخل المكتب وطلب منهم محدش يدخل عليه. تاني يوم رحت المحكمة واترفعت عن واحد ظالم وقدرت اطلعه براءة. قربت منه وهو في القفص وقلت له: مبروك البراءة، بس ما تنساش تبعت لي باقي اتعابي. رد وقال لي: اتأخر عليك بس يا عصام بيه، ده انا من النهاردة هبقى خدامك. انت خرجتني من قضية اتجار كانت هتخليني مش هشوف الاسفلت. روحت اليوم ده وانا مبسوط جدا، وقررت ان انا هقضي اليوم مع شهيرة ومرام. لكن لما سألت على مرام عرفت ان هي خرجت مع اصحابها، وبعد ساعتين لقيتها راجعة بس وشها حزين قوي. سألتها: مالك؟ قالت لي: اصل انا تعبانة شوية. معلش يا بابا هروح انام. قلت لها: بقى انا افضي نفسي عشانك وانت تقولي عايزة تروحي تنام وتسيبيني؟ بصت لي كده بحزن وقالت لي: ما انا طول عمري بفضل مستنياك وانت بتسيبني، خليها المرة دي عليك، بعد اذنك يا بابا. استغربت طريقتها بس قلت يمكن تعبانة بجد. تاني يوم جالي مكتبي راجل اعمال من الناس الكبيرة والتقيلة، منصور الشاذلي. قعد قصادي وهو متوتر وقال لي: أنا جيت لك يا أستاذ عصام عشان عارف إنك الوحيد اللي هتعرف تخرج ابني من اللي هو فيه. ابن سليم شاب زي أي شاب، كان يعرف بنت بس مش من مستوانا، وقدرت تضحك عليه وتوقعه، وهو ضعف قصادها وحملت منه، وأهلها رافعين علينا قضية نسب دلوقتي. تمام، تمام. على العموم كل حاجة بتتحل بالفلوس. هنتواصل معاهم ونسومهم على قرشين مقابل ان هم يتنازلوا، والبنت تنزل الطفل، ولو ما وافقتش نبقى نلجأ لأي حل تاني. ان هو مثلا ممكن يكتب كتابها وفي نفس الوقت يرمي عليها يمين الطلاق. قاطعني وقال لي: لا، مستحيل. موضوع الفلوس ده انا حاولت فيه ورفضه. شوف لي حل يا استاذ عصام، انا مش بنام. قلت له بكل ثقة: ما تقلقش، هدور ورا الموضوع ده لحد ما اوصل لحل، اهم حاجة اتعابي. قال لي: ما يهمكش، معاك من 1,000,000 ل5، المهم ابني يخرج منها. فعلا، وبدأت أجمع المعلومات عن البنت، وعرفت إن هي زميلته في الجامعة، وبنت ناس على قد حالهم بس سمعتهم كويسة. كنت بحاول أمسك عليهم أي غلطة، وبطرق الملتوية قدرت أضبط كل ورقي. وقبل الجلسة بيوم لقيت مرام بنتي داخلة عليا المكتب وباين عليها الخوف، وقالت لي: يا بابا أنا عايزة أتكلم مع حضرتك. قطعتها وأنا برتب ورقي: مرام، أنا بكرة ورايا جلسة مهمة، نأجل أي كلام لبعدين يا حبيبتي. انفعلت لأول مرة، أول مرة أشوف بنتي كده تقول لي: ما ينفعش استنى لبكرة. يا بابا، مين هو سليم منصور الشاذلي؟ كانت شافته
وشافت الورق على المكتب. قلت لها ده ابن منصور الشاذلي، في واحدة متبلية عليه ورفع عليه قضية وبعون الله هخرجه منها بكرة. قعدت على الكرسي كده وأنا مصدومة. بس سليم مش مظلوم يا بابا، وعتاب فعلا حامل منه. أكيد حضرتك مش ملم بكل حاجة في القضية. رديت عليها بعصبية. وانت مالك ومال سليم وعتاب؟ ازاي تعرفي البنت دي أصلا؟ دي بنت مش كويسة وطماعة. ردت وقالت لي لا يا بابا، سليم ده ضيع بنات كتير وضحك عليهم، واللي ما كانتش بتيجي بالكلام الحلو كان بيعرف يجيبها بالابتزاز. سليم مجرم يا بابا ولازم يتعاقب. قلت لها انت صغيرة ومش فاهمة حاجة، وبعدين انت قلت لي بيوقعهم بكلمتين حلوين، هما اللي بيضعفوا والقانون لا يحمي المغفلين. سيبيني بقى عايزة انام. بصت لي وقالت لي صح عندك حق، المغفلين كتير والبنات اللي محتاجة اهتمام وحب اكتر. على فكرة انا لما كان حد بيقول لي انك بتستغل ثغرات القانون وبتلعب بيه وياما حبست ناس مظاليم ما كنتش بصدق، لكن دفاعك عن سليم اكد لي كل كلمة اتقالت عليك. سليم مش مجرد موكل عندك، سليم شخص قذر قدر يأذي حتة منك. مسكتها وانا مصدوم. انت بتقولي ايه؟ سليم ده اذاك ازاي؟ انطقي. ردت عليا وهي بتعيط. من 6 شهور اتعرفت عليه في النادي وحصل بينا كلام وصحوبية. حسيت منه الاهتمام والحب اللي أنا محرومة منهم. وفي يوم طلب مني أروح له البيت وأنا رفضت وقطعت علاقتي بيه. بعدها بأسبوع جات لي رسالة من رقم غريب بصور ليا متفبركة في وضع مش كويس. كلمت الرقم لقيته هو وبيضحك وبيقول لي لازم تبقي بتاعتي. هددني إنه هينشر الصور في النادي كله. قفلت السكة وأنا مرعوبة، وبقى كل يوم يبعت لي صور شكل عشان أوافق، لحد ما عتاب كلمتني وحكت لي قصتها معاه وقالت لي إن مش أول واحدة يعمل معاها كده، بس هي أول واحدة قررت تاخد حقها بالقانون. وانت يا بابا عايز تضيع حقها وحق أنا كمان. للأسف يا بابا حضرتك فكرت إن الأذى مدام بعيد عننا يبقى كله تمام. ما كنتش تعرف إن الأذى هيطول بيتك. ما هو طباخ السم بيدوق يا أستاذ عصام. كنت فاكر إيه؟ كنت فاكر إن أنت هتفضل طول عمرك ماشي في نفس الطريق؟ ما كنتش عارف أعمل إيه ساعتها، أزعق لها ولا أخدها في حضني وأقول لها حقك عليا. سبتها ومشيت من البيت. قضيت الليلة سهران في المكتب. تاني يوم كنت قررت هعمل إيه. رحت المحكمة وقفت قدام القاضي وقلت حضرات السادة، قبل ما أتكلم عن القانون أنا محتاجة أتكلم عن الضمير. أنا كنت جاية النهاردة عشان أثبت براءة سليم منصور الشاذلي، لكن الحقيقة طلعت غير كده. موكلي مش ضحية، موكلي مجرم استغل بنت زميلته ووعدها بالجواز، ولما حملت منه أنكر. القاضي قال لي واضح إن حضرتك ناسي إنك محامي سليم مش عتاب. رديت أنا محامي، لكن قبل كده أنا أب وبنتي كانت واحدة من ضحاياه. بدأت أقول وأطلع كل الإثباتات اللي تظهر براءة عتاب، وخليت مرام تحكي اللي حصل لها. وفي آخر الكلام قلت للقاضي أنا بطلب من المحكمة فتح تحقيق جنائي ضد المدعي عليه وأخذ أقوال ضحاياه في محضر رسمي ومن ضمنهم مرام بنتي. القاضي وافق، ولقيت عتاب وأهلها بيعيطوا من الفرحة ومنصور الشاذلي بيبصلي بكل حقد. ما اهتمتش وبصيت لمرام بنتي اللي جريت عليا وحضنتني وقالت لي أنا فخورة بيك جدا يا بابا. قلت لها أنا آسف يا بنتي، بس وعد من النهاردة الحق بس هو اللي هتكلم باسمه وهقرب منه وهبقى أقرب صاحب ليكي. الحمد لله عتاب كسبت القضية، ومن وقتها أنا بقيت أترافع بعدل ربنا بعد ما كان هيحصل لبنتي لولا ستر ربنا. بتمنى من ربنا يسامحني ويقبل توبتي، وبتمنى كل واحد بيسمعني يعرف إن مفيش بركة غير في القرش الحلال.